السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلوا على النبي، صلوا على النبي، صلوا على النبي. من فترة كده كنت عملت فيديو بتكلم فيه عن إن المغرب أكتر دولة في العالم تحفيظا للقرآن الكريم. طبعا لقيت في ناس بتهاجم وناس بتتكلم أنت بتقول إيه وما بتعملش إيه أنا عايزك بس يعني تتكلم بالمنطق وتتكلم معاك دليل ولا معاكش دليل. انا عايزك بس يعني انت لو مش مصدقني وكلام مش جاي على مزاجك هو هي حاجه من الاتنين. يا اما انت مش مصدقني وانا بقول اي كلام، يا اما الكلام مش على مزاجك. ولو الكلام مش على مزاجك انا بطلب منك طلب بسيط، طلب بسيط صغير جدا. ادخل كده على جوجل واعمل بحث واكتب يا عم الحاج اكتر دولة في تحفيظ القرآن على مستوى العالم. يعني عشان لو عاوز تراجع معلوماتنا، احنا اتكلمنا قبل كده عن المغرب، عن الحضاره الاشولونيه والمستريه، وداخلين على بعض الحضارات وتاريخ المغرب، وبنتكلم ان المغرب فيها من الحاجات الكتيره المميزه بالمغرب، زي مثلا شجره الاركان وزيت الاركان اللي هي ما بتطرحش وما بتثمرش غير في المغرب. وفي بعض الناس قال لك يعني هي بدات تثمر في المملكه العربيه السعوديه، جربوها يعني وشافوا النتائج، بس عمرها ما هتكون زي المغرب. وهناك الشجره دي بتطلع لوحدها. زائد ما اتكلمنا عن الفوسفات، وان 70% او 80% من الفوسفات على مستوى العالم اللي بيستفيد منه الزراعه مش موجود غير في المغرب. المغرب كبلد ليها خصائص يعني خاصه بالمغرب، يمكن ربنا سبحانه وتعالى بيميز البلد دي وبيكرمها بحاجات لوحدها. وهي بلد مميزه كشعب برضه، ومعامله مع الاخلاق المغربيه شكل مميز تاني خالص. انت بقى بتيجي تكلمني عن حاجه، وده فضفضه، انا بفضفض معاك يعني. بعض الناس انا لقيت هجوم كبير جدا عليا بسبب ان انا قلت ان المغرب اكتر دوله في تحفيظ القران، وده كان يعني بعض المنظمات الدوليه اللي عامله احصائيات عن الموضوع ده، وكان في تكريم للمغرب في عده مناسبات بسبب هذا الامر. فانت تيجي تقول لي انا بقول اي كلام ومش اي كلام. لا، انا عاوزك وانا قلت لك المصادر بتاعتي ايه، بس عايزك يعني مثلا انت بتجادلني من اجل المجادله ولا من اجل ان انت مش عاوز تصدق؟ ما هنا هتفرق معايا. انت مش عاوز تصدق ان المغرب في حته تانية، دي بتاعتك انت، دي مشكله عندك انت مش عندنا. ان انت مش عاوز تتقبل ان المغرب هي الافضل وهي الاحسن، وهي في منطقه بفضل الله سبحانه وتعالى، وان اكرمكم عند الله اتقاكم. نجتهد يعني. انا عاوزك ايه؟ انت بتعمل ان انت تجتهد. احنا سيبك من الكوره، احنا كنا بنتكلم في كره القدم وبنقول الكوره المغربيه مميزه، والمنتخب المغربي اللي بعض الناس طلعت تقول لك ان المغرب خرجت من دور الثمانيه. يقول لك ايه، المغرب خرجت مش عارف مباراه قد ايه من فرنسا. يا عم ده هو المنتخب الوحيد اللي وصل دور الثمانيه. منتخب المغرب المنتخب الوحيد اللي وصل لدور الثمانيه في كره القدم، وزعلانين ان هم طلعوا من دور الثمانيه. وانت مبسوط ان انت كسبت ماتش ولا عملت حاجه؟ دي حاجه بعض الناس يعني عملت افراح وليالي ملاح عشان ايه؟ ما تعرفش. وناس وصلت دور الثمانيه ومحدش من خارج امريكا الجنوبيه ومن اوروبا وصل دور الثمانيه اساسا. لو حسبناهم هنلاقي 6 فرق ومنتخبات اوروبيه، زائد الارجنتين من جنوب امريكا الجنوبيه، والمغرب من افريقيا، بس كده كفريق. لكن ما فيش منتخبات من اسيا، ما فيش منتخبات تانية من افريقيا وصلت لدور الثمانيه، هو المنتخب المغربي فقط يعني. وبعض القارات التانية ما فيش. فهنا الفرق والمسافه والطموح، هم ناس عاوزين يبقوا في الافضل والاعلى. وعدينا مرحله، بنبدا لمرحله بناء اخرى. نرجع للنقطه وهي الاهم. المغرب بفضل الله سبحانه وتعالى هي الافضل او الاكثر تحفيظا للقران. اعمل سيرج بسيط يعني، معلش مش هقول لك يعني، مش هحاول اجيب لك مصادر. اكتب بس على جوجل اكثر الدول تحفيظا للقران الكريم، هتلاقي في وشك كده على طول اول ما تدخل كده اول دوله المغرب. سمعنا عن ابراهيم؟ فانت مضايق الكلام ده عن ابراهيم؟ عن ابراهيم عشان احنا في ارض مانجا بيحاول يكون. فاحنا بنتكلم يعني، وانا يعني ايه، يمكن المغرب ما فيهاش مانجا من حسب قراءاتي ومعلوماتي، ان
شجر المانجو مش موجود في المغرب، اتمنى ان يكون موجود في المغرب يعني شجر المانجو. يمكن احنا هنا في مصر بنتميز بشجر مانجو. وبما ان احنا في شجر مانجو، تعالوا نتفرج بس على بعض الثمار والانواع وحاجات كده يعني. بص، يعني انا تحت عنقود مانجا، شوفوا بشكل وضوح كده، ده نوع من الانواع. وعنقود اخر يعني فوق منه، وده يعني لسه ده نوع طبعا من الانواع الاجنبيه للمانجو. نخرج بره ده غير ناهيك عن الاصناف المحليه اللي موجوده بكثره. وموسم المانجا السنه دي يمكن في مصر يمكن اقل من الموسم السنه اللي فاتت بشكل كبير، تاثرا بالاحداث الجو المتغيره ممكن يكون مؤثر شويه. بس نرجع لنقطه ونتكلم فيها. لما اجي اجادلك واجي اكلمك في نقطه، او انت تيجي تكلمني في نقطه ونتحاور فيها، واحنا ما يميز فلان وما يميز فلان، فانت بتنقل الخبر بكل امانه وبكل ثقه. في حاجه اسمها المهنيه، مش حكايه ان انت منين، وحب لاخيك ما تحب لنفسك. لازم يكون الحته دي جواك، لازم تكون جواك دي. اي حد، لو واحد في الصين بيحفظ قران وبيتميز، لازم تتكلم عليه كلام طيب. وبعدين انا لما جيت اتكلمت دي في النقطه اللي بعض الناس اللي بتهاجم وتقول لك اصل المغرب ماشي بمنهج كذا كذا، قلت لك لا يا حبيبي، تعالى. انت بتقول بعيد وبتاع وشويه، بعض الكلام اللي بيترمي اللي ملهوش لازمه، اللي ممكن يكون في ميزان سيئاتك، مش ممكن. اصل انت ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. انت الكلمه هتوديك فين؟ انا شايف السوشيال ميديا بقت صراع وحروب، وكل واحد بيعمل من اجل المال وفقط. من اجل المال مين يا عم؟ ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. ربنا سبحانه وتعالى يقول لك: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. يعني انت هيرزقك، فانت ما ادانكش حيله. بعض صناع المحتوى اللي عماله تحارب، واللي ده يشتم ده وده يشتم ده ويوقع الدنيا في بعضيها. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ها، المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده، وكما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. انت فين من الكلام ده كله؟ يعني ومن حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حاجات كتير لازم نفهمها. الموضوع مش كونش ان انت تفهم بالفقاهه، وان انت ازاي تجمع المال او تجمع المشاهدات او تجمع اشياء كتير جدا. لازم تتقي الله عز وجل فيما تقول، او كلنا نتقي الله عز وجل فيما نقول. انا بحبكم في الله، واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجمعنا، من في الشرق ومن في الغرب ومن في الجنوب ومن في الشمال، يجمعنا على خير في الدنيا والاخره. والمغرب بلد مميز في حاجات كتيره جدا. مش عاوزك تضايق نفسك. عاوز حاجه يا عمرو؟ السلام عليكم.